معاك لان معايا واحد من اهم اللقاءات واهم واكبر مكسب في المباراه اللي النهارده. انت بتطلع بدون اصابات، بتحقق نتيجه 4-1 على فريق الملعب التونسي، ولكن كريم فؤاد، كريم وحشتنا. حبيبي يا وحشتنا يا كريم، كمان وحشتنا في الملعب، حاجات كتير جدا. مليون مبروك على عودتك يا كريم. الله يبارك فيك يا حبيبي. الحمد لله، يعني اول ماتش ودي مع الفريق يعتبر من ساعه من سنه. فالحمد لله انا مبسوط ان انا يعني رجعت ومتحمس ان شاء الله الموسم ده. اول 5 دقايق في المباراه تفكيرك داير في ايه؟ يعني اول مباراه دايما بعد الاصابه، حتى لو مباراه وديه، اعتقد تساؤلات كتير، افكار كتير بتدور في دماغك يا كريم. ولا اي حاجه، انا نسيت الاصابه خلاص من بدري ومفكرش فيها خالص. والحمد لله مركز ان انا اادي نفس ادواري زي ما المدرب طالب. مركز اعمل كل حاجه المدرب طالبها زي ما هو عايز بالظبط. مركز ان انا عايز اساعد الفرقه، ما بفكرش في اي حاجه، مش خايف. راجع شارب، مركز. عايز ادي ادواري زي ما الكتاب بيقول ان شاء الله. ايه اهم الامور اللي اتكلم فيها معاك مستر بيرو؟ انت ما كنتش موجود معاه في مباريات كاس العالم، فانك يعني بتكتسب ثقه مستر بيرو، وهو عارف ان انت لعيب من اللعيبه الجواكر بالنسبه له، بيلعب في اكتر من مركز. ايه اهم الامور اللي بيتكلم معاك فيها يا كريم؟ هو بيلعب بطريقه لعب مختلفه شويه عما كنت بلعب قبل كده. فبحاول أدي الأدوار اللي هو طالبها زي ما هو عايز، بحاول أشتغل عليها، بحاول أذاكرها كويس. سواء مع الفريق أو مع نفسي بحاول أفكر فيها طول الوقت عشان أدي فيها بأحسن شكل ممكن. يعني هو طريقة لعب مختلفة شوية، بس بحاول أحفظها يعني. اجواء المعسكر بقى شايفها ازاي؟ موجودين في تونس، الاهلي بيعمل معسكر لاول مره في تونس. الموسم اللي جاي عندنا تحديات كتير، وكنت لسه بقول للعمر لو انت بتلعب 5 بطولات، جمهور النادي الاهلي عايز منك 6 مش عايز 4. شايف المعسكر ازاي؟ التحديات اللي بتواجهنا الموسم اللي جاي ازاي؟ خاصة ان احنا عايزين نرجع مرة تانية لدوري ابطال افريقيا، او ناخد دوري ابطال افريقيا. شايف الفريق في المعسكر ده متحمس جدا. اللعيبة كلها كواليتي عالي جدا، يعتبر من سنين كتير قوي كواليتي الفرقة ما كانش فيه. كل اللعيبة كويسة في كل المراكز، في 3 4 جامدين. فدي يعتبر من أول مرة يبقى السكواد جامد كده. فدي مخليها التمرين ممتع جدا، كلنا مبسوطين في التمرين، متحمسين. التمرين حلو، كله مركز، كله بيطلع أقصى حاجة عنده، بنساعد بعض، بنشد بعض. بنستمتع. احنا جايين في الأول وفي الآخر بنلعب كورة، فبنستمتع بشغلنا يعني. فرحة الجمهور بعودتك كبيرة، وانت عارف محبتك عند جمهور النادي الاهلي ازاي. تحب تقول لهم ايه النهارده؟ ويعني فرحة الجماهير كلها، اعتقد في كل الناس عمالة تتكلم على اهم مكسب النهارده عبد الكريم فؤاد. انا مبسوط جدا وبحب اشكرهم دايما، لان هم من ساعه ما اتعورت او من ساعه ما كنت في انبي وهم دايما في ظهري. واتصبت مره ودايما في ظهري، رجعت وكانوا في ظهري، واتصبت تاني وكانوا في ظهري. فانا بحبهم جدا وبشكرهم، وهم دايما في ظهري و... وانا مستني منهم ده دايما. و... وكنت يعني انا واثق ومتاكد ان هم هيبقوا في ظهري على طول. وحابب اشكرهم واشكر زمايلي والجهاز وكل الناس اللي ساعدتني واللي كانوا في ظهري يعني. الحمد لله. كريم بنشكرك، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وتكسر الدنيا مع النادي الاهلي ومنتخب مصر باذن الله. حبيبي تسلم لي حبيبي. كابتن اسامه، طبعا دي كانت تغطيتنا الاولى لقاءات الاهلي الوديه في معسكر استعداد النادي الاهلي للموسم الجديد امام فريق الملعب التونسي 4 اهداف مقابل هدف. لقاءاتنا مع الكابتن عماد النحاس، الكابتن عمر كمال، الكابتن كريم فؤاد. لسه عندنا مباراه ثانيه ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله امام فريق البنزرتي. اتمنى الاهلي التوفيق في هذا المعسكر، وان شاء الله موسم نحقق فيه كل البطولات. كابتن اسامه، من جديد تعود اليك الكلمه، لو في اي استفسار او اي تساؤل انا موجود معك يا كابتن اسامه. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح، وبنقول كريم فؤاد الحمد لله على السلامه. وزي